عسلامتكم الناس الكل، ايش احوالكم؟ ان شاء الله راكم في خير يا ربي، ان شاء الله راكم صحة جيدة. نتمنى لكم سنة سعيدة بحول الله وتتحقق فيها كل امنياتكم وتكونوا بصحة جيدة جدا. اليوم كيف من العادة رجعت لكم بريسات بنينة سهلة وكلها منافع وكلها فوائد. واكيد كيما ديما نقول لكم اللي الفصل هذايا فصل الشتوي، فصل القوارص والفيتامين سي والبرتقال بالذات. فلذا اليوم حبيت نودكم بريسيت اكيد برشا فيكم راهو يعرفها، اللي هي ريسيت عصير الدنوو او عصير البرتقال والجزر. كيما قاعدين تشوفوا بالضبط هنا انا خذيت كمية صغيرة مش برشا. خذيت 5 كعبات مدنينة، عليهم كعبتين بردقان حلو، عليهم كعبتين سفناري او جزر كيما اللي قدامكم بالضبط، مغسولين نظاف حاضرين. عليهم كعبة ليمون او قارص كل واحد كيفاش يسميه. لهنا خذيت كعبتين جزر متاعي ولا السفناري، نظفتهم بالقدا وباش نقصهم دوائر كيما قاعدين تشوفوا بالضبط، ونخلي هيك القطعة الأخيرة هذيك اللي جاية من فوق متاع السفناري متاع الجزر كاسحة ومرة وما نسحقوهاش. دونك هذيك باش نلغاها، يعني باش ما نعملوهاش، ما نستعملوهاش، ما نسحقوهاش، هذه هي بالذات باش نطيشوها. فوالا لهنا بعد ما قصينا السفنارية متاعنا باش نحطها في الطيب على نار متوسطة حتى الطيب السفنارية شوية، يعني دوب ما تاخذ غلوة وسي بون. لهنا بعد ما قشرنا كمية البرتقال وكعبة الليمون، يعني نحاول نحو هيك القشرة البيضاء كلها على خاطر تسبب مرار في العصير. ماذا بينا نحاولوا ماكسيموم ان نحو الحاجات اللي باش تسبب المرارة في العصير. لهنا باش نحل كعبة البرتقال في الوسط على خاطر باش نحاول نشوف اذا كان فيه هيك النواة من داخل هذيك. انتي ونوعية البرتقال بطبيعة الحال. لهنا ما شاء الله المدنينة حلوة وما فيهاش النواة هذيك الصغيرونة الزريعة متاع البرتقال. لهنا هكا السفناري متاعنا حضرت طابت خذت غلوة باش نخليها ترتاح شوية باش نجمو بعدين نرحاها معناتها وهي دافية مش سخونة برشا ومش باردة. فوالا لهنا في بقية نوعية البرتقال الأخرى، أنا عندنا 5 كعبات مدنينة وعندي كعبتين برتقال حلو. لذا شوفوا البرتقال لهنا الحلو في النواه هذيك النوايا البيضاء، شوفوا هنا مدنينة ما شاء الله كيف طايبة وماشية معناتها ما شاء الله ما فيهاش نواة كيما قاعدين نشوفوا بالضبط. لهنا البرتقال الحلو فيه النواة هذيك هي النواة لازم نحاها، راهي تعمل لنا مرارة في العصير، يعني العصير يولي مر ومش ميجيش الحلاوة متاع باهية. فوالا هذه حاجة ضرورية لازم نستغنوا على النواة. فوالا لهنا حطيت كمية البرتقال متاعي بعد ما قشرتها ونظفتها ونحيت النواة متاعها، ونجيبوا هيك النصف كعبة ليمون. لهنا حطيت نصف من الاول، عصرت نصف، اما راني زدت نصف اخر يعني كعبة كاملة متاع ليمون نعصرها. للي يحب يضيف زيست متاع الليمون ينجم يضيف بطبيعة الحال، تبقى كمية القوارص والحموضة اللي تحبها في العصير متاعك حاجة اختيارية وبالطبع حاجة حسب ذوقك. فوالا لهنا باش نزيد كاسين ماء كيما تشوفوا بالضبط، هذا كاس وباش نزيدها كاس اخر، يعني كمية البرتقال هذه عليها كاسين ماء. فوالا لهنا كمية البرتقال هذه ما شاء الله عملت لي تقريبا إتر ونص على 2 إترات عصير. لهنا هيك كما تشوفوا كمية البرتقال عصرناها وبعدين لهنا ما تصورت ليش، اما رانا صفيتها، راني صفيت البرتقال معناتها قعد ديك الشوائب والحثال هذاك نحيناها على جنب واخذينا كاش العصير صافي من غير اي شوائب، راني صفيتها. لازمكم تصفاها في مصفى او صفاية عادية عندكم موجودة متوفرة ونصفاها عادي يعني. فوالا لهنا العصير برتقال حضر. تو باش نشوفوا الجزر اللي كيما قلت لكم هبطناه من بكري خليناه يبرد في عقله باش يبقى دافي باش نجم المكسير ترحيهون. فوالا وهذه السفنارية ترحت. على فكرة هنا راني ما صبيتش كمية الماء اللي طيبت فيها السفنارية كل، وكمية الماء هي ضعف كمية الجزر. ولا يعني إذا عملتوا كعبتين جزر أعملوا عليهم 4 كيسان ماء مثلا، ولا أو 3 كيسان على حسب
معناتها الكثافة متاع العصير متاعك. وكيف كيف راني عصير الجزر صفيته كيف كيف، بعد التصفية زدت العصير البرتقال، وباش نكمل نضيف بقية ماء الجزر اللي ما حطيتهاش من الاول كما قلت لكم. عصرت الكعبتين الجزر في نصف كمية الماء اللي طاب فيه. فوالا. ها هي بقية الماء باش نضيفه. كما قلت لكم عصرت كعبتين الجزر في نصف كمية الماء. شوفوا ما شاء الله كيف ولا. هنا كما قلت لكم الكمية جت ما شاء الله. لهنا بعد عصير البرتقال وعصير السفنارية اللي خلطناه مع بعضهم باش نزيدوا منكهات إضافية للعصير الدنوي تاعنا المفيد وكل منافع. لهنا أنا استعملت كعبتين ياغورت نكهة مشماش أو خوخ. نكهة مشماش أو خوخ. كيما تنجموا تستعملوا كعبة بنان غلة، يعني كعبة بنان للي ما يحبش نكهة الجزر أو السفنارية. صدقوني بنة عالمية وكل منافع، واستغلوا فرصة الشتاء لموسم وفصل القوارص. راهي بنة 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 أخرى. كمية الياغورت نجموا تنقصوا فيها، هاك علاش راهو لون العصير افتاح متاع اللون العصير ولا اللون متاع فاتح، تنجموا تنقصوا في كمية الياغورت، تنجموا تعملوا كعبة واحدة. لكم حرية الاختيار. وصحة وبشفاء للناس الكل، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. فوالا.